نطلب من السيد وزير الداخلية، من السيد وزير العدل، من السيد وكيل الجمهورية، من كل المنظمات الحقوقية اللي هنا عنا في تونس تدافع على حقوق الإنسان، باش ينظروا لي في القضايا، يفتحوا تحقيق يشوفوا فيه هالحالة اللي صايرة، كيفاش يتم تشويه سمعتي. عباد صورتني وهبطت الفيديو، يفسدوا في الرأي العام، يدخلوا فيه في بعضه، يوريوا فيا في حالة هستيرية. ندافع على نفسي بعد ما تعرضت لاعتداء، وهذاك حقي اني ندافع على نفسي، وما هوش حقهم انهم يصوروني وانا في حاله هستيريه، على خاطر هذيك حاجه خصوصيه، حاجه خصوصياتي، انا ما نحبش حد يصورني، والقانون يمنع التصوير، وهما صوروني. وزيد تجرؤوا انهم يهبطوها، تجرؤوا يهبطوها بكل وقاحه، مهبطينها. يا اخي يعرفوا القانون ولا ما يعرفوش القانون؟ هاني انا الانسان البسيط المواطن لهنا، امراه وحر، ما يسبني حد، ما يسبني حد، واللي يسبني نسبه وندافع على روحي، واللي يظلمني ندافع على روحي بشراسه، بكل شراسه ندافع على روحي حسب ما يضمنه لي القانون. ما تعديت على حد، انا كان بعد ما تم الاعتداء عليا قعدت نحمي في روحي وندافع على روحي لين هسترت انا وحدي. صاحبتي خافت وقعدت تبكي وسكتت، انا ما نجمش، انا مانيش هكاكا، ما نسكتش، ما نخافش. تظلمت، نحب ناخذ حقي، نحب ناخذ حقي. شهروا بيا، تتسمى ثلب الفيديو اللي هبطوها، ممنوع، حاجة تجاوز هذاك، يجرموا القانون. نورمال ما هما امنيين يعرفوا هالحكاية هذه، مي ربي كي يدق عباده وحدهم هبطوه. وبهذاك زاد دليل وإدانة ليهم هما قبل ما هو إدانة ليا أنا. إدانة ليهم كيفاش يصوروا عبد انتي مواطن موقفه، علاش تدوروا بيه؟ علاش مش واحد يحكي معاه؟ علاش يصور؟ علاش يمس؟ وبعد ما تفزوني وليت ندافع على روحي ونشوف الناس تصور فيا اللي انا القانون يحمي لي خصوصيتي، نلقاهم يصوروا فيا ويزيد يهبطوها، يقلبوا عليا في الشعب اللي تعاون معايا، اللي تعاطف معايا على خاطر شافني بالبنيه زرقاء. هذاك اللي شافوه هما نجموا يشوفوه، الطبيب شاف ما اكثر من هكاكا، ولي سيرتيفيكا يدلوا على الوضعيه اللي كنت فيها. جايين استخسروا فيا ان العباد تتعاطف معايا، هبطوا لهم الفيديو هذه، هبطوا الفيديو هذه. اش باش نقول لكم؟ هذا الامن والامان، وهذايا تعرفوا عارفين القانون شنو؟ شنو تدربتوا عليه انتوما؟ شنو اللي تدربتوا عليه؟ ما تعرفوش اللي التصوير ممنوع؟ ما تعرفوش اللي الضرب ممنوع؟ ما تعرفوش اللي السرقه ممنوع؟ اللي اي حد توقفه في الشارع يتعامل كأي مواطن عادي بكل احترام، حتى ولو هو غلط، حتى ولو هو مجرم، عنده حقوق إنسانية. انتوما اللي تحميوا فيها، راه جيتوا انتوما انتهكتوها معايا انا، وتوا طيحوا لي في قدري قدام العباد، توريوا فيهم اللي انا عبد ما نصلحش، اللي انا عبد فاسد، ما في حين مانيش هكاكا. انا مواطنه مراه حره صنديده شريفه، ما يمسني حد، ما يضربني حد، وما يتعدى عليا حد، وانتم هذايا الكل عملتوه. ومانيش باش نخاف، ومعاكم للاخر، وربي يجيب الحق.